في ظل لمعان اللاعب عمر مرموش وظهوره اللافت مع المنتخب في مباراته الأولى في كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي، خرجت أخبار بتأكد على رغبة فريق مانشستر سيتي في ضم لاعب بورنموث الإنجليزي سيمينيو بقرار من جوارديولا. ولو الأخبار المنتشرة صحيحة كده في لاعبين هيكونوا خارج السيتي وهم سافينيو وأوسكار بوب وللأسف مرموش. وهنا هنروح للسؤال المهم: ليه مرموش بين اللاعبين الراحلين رغم تألقه ومكانته بين أفضل المساهمين في الأهداف سواء في فرانكفورت وحتى وصوله للسيتي؟ والإجابة هنا إن العيب مش في مرموش، المشكلة في عقلية جوارديولا وطريقة تفكيره اللي ممكن تتغير كل أسبوع في التدريب، والاعتماد على نوعية مختلفة من اللاعبين في كل مرة في المباريات. وفي الأغلب اعتماده بيكون على اللاعب الأوروبي. مرموش عشان يخرج بره قائمة اللاعبين الراحلين عن السيتي لازم يقدم أداء أسطوري في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبنا الوطني. مرموش لاعب كبير وأي فريق يتمنى يكون في صفوفه. ما تنساش تشاركني برأيك، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. سلام.